نظام الطيبات بين مؤيد ومعارض، وهنالك من يقول أنني استفدت، وهنالك من يقول أنني لم أستفد، إنما لا، من أسوأ إلى أسوأ. وهنالك من يطلع ويمدح هذا النظام، وهنالك من يطلع ويفصل هذا النظام، وهنالك الكثير والكثير من هذه الأشياء. والعالم لا يفرق. المهم من هذا كله حصلت فيديو خفيف لطيف مدته تقريبا 3 دقائق أو دقيقتين، فبحط لكم الرابط في الوصف إن شاء الله تقدروا تشاهدوه. دكتور مصري لخص الموضوع برمته في أشياء بسيطة وانتهى الموضوع. من ضمن اللي تكلموا يعني إنه قال أغلب الوقت خلي جهازك الهضمي فاضي، مش المعدة هي بيت الداء إذن هي بيت الدواء، إذا مش هي بيت الدواء إذن هي بيت الداء. فيقول لك إنه لو خليت فيها بيت في البيت، لو خليت في البيت هذه شيء داء، وإذا ما خليت في البيت هذه ولا شيء كان دواء. فيقول لك إن النظام اللي جابه الله الدكتور صاحب نظام الطيبات، أنا نسيت اسمه طبعا. فيقول لك المأكولات اللي جابها واللي منعك منها، اللي منعك منها أشياء ثقيلة تجلس في تفرم وتفرم وتفرم تفرم تفرم تفرم. يعني في أشياء زي مثلا العلكة إذا بلعتها تقعد حوالي 7 أيام إلين ما تنهضم. فهذه الأشياء تتعبك في الهضم، والأشياء اللي جابها لك سريعة في الهضم، بس إنها تعطيك فائدة وتعطيك نشاط. فإنك تأكل شوية مربى مع توست مع شيء تأكل بس تحس إنك شبعان ومع إنه معدتك فاضي. فهمت كيف؟ فبترك لكم رابط الفيديو في الوصف، تقدروا تشوفوه تحكموا، كل واحد يحكم بنفسه يا شباب. سلام.